ساعات بحس إن الناس بتتعامل مع كلمة منطقة الراحة وكأنها مشكلة أو حاجة صعبة. يعني لو حد مرتاح في شغله أو حياته على طول يتقال عليه إنه مش بيطور نفسه أو خايف يجرب الجديد. بس في نفس الوقت لو قعدنا في نفس المكان طول الوقت وما جربناش حاجة جديدة، حياتنا ممكن تبقى مملة أو حتى محدودة جدا. طب تفتكر منطقة الراحة حاجة وحشة ولا هي ضرورية في أوقات معينة؟ وإزاي نعرف إمتى نخرج منها وإمتى نفضل فيها؟ السؤال ده مهم جدا لأن منطقة الراحة مش دايما وحشة، لكن ممكن تبقى فخ كبير لو خلتنا نكسل أو نخاف من التغيير. أنا متحمسة جدا أبدأ الحلقة وحابة نتناقش في كل تفاصيلها. في البداية بحب أرحب بكل مستمعين بودكاست مراية، وبرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة موضوعها عن منطقة الراحة، وهل هي نقطة انتقال وتحول في حياتنا ولا لأ؟ جاهز نبدأ؟ أهلا بيك يا كوتش، برحب بيكي وكل مستمعينا في بودكاست مراية. أنا جاهز جدا أبدأ لأن دورنا هنا إننا نوضح بالتفصيل لكل مستمعينا يعني إيه منطقة الراحة. طب ممكن في البداية يا كوتش توضح لكل مستمعينا يعني ايه منطقة الراحة؟ أكيد طبعا، توضيح المعنى هيفرق جدا مع مستمعينا. منطقة الراحة هي الحالة اللي الشخص بيحس إنه مرتاح فيها نفسيا وعارف كل حاجة حواليه، مفيش ضغوط أو تحديات وكل حاجة ماشية بسلاسة من غير مجهود كبير. أو حد متعود على نمط حياة معين ومش قادر يجرب حاجة جديدة حتى لو عايز يطور نفسه. طب هي ممكن منطقة الراحة ممكن تكون حاجة سلبية ولا ليها جانب إيجابي برضه؟ هي ليها جانبين، يعني مش دايما وحشة لأننا ساعات بنحتاجها عشان نعيد ترتيب أولوياتنا ونحس بفترة من الراحة والاستقرار. لكن المشكلة لما تتحول لمنطقة ركود، لما الواحد يبقى خايف يخرج منها أو يبقى مستسلم للوضع اللي هو فيه. طب إمتى نعرف إننا وقعنا في الجانب السلبي من منطقة الراحة وإنها بقت عائق في حياتنا بدل ما تكون راحة؟ لما نحس إننا بقينا بنرفض أي حاجة جديدة أو بنقنع نفسنا إن ده كفاية، حتى لو جوانا صوت بيقول لأ، زي حد عايز يغير شغله بس كل مرة يقول مش وقته، خليني مستني شوية. أو حد عنده هدف أو حلم وخايف ياخد خطوة لأنه متعود على الوضع اللي هو فيه. أو حتى في العلاقات، في ناس بتفضل في علاقات غير صحية لمجرد إنها متعودة على الشخص ده. وده أخطر نوع، لأن الخوف من التغيير ساعات بيخلينا نقبل حاجات إحنا مش راضيين بيها. طب إزاي الواحد يعرف إن الوقت جه علشان يتحرك ويخرج من منطقة الراحة؟ لما الواحد يلاقي إنه واقف مكانه ومش حاسس بأي تقدم في حياته، وهنا لازم تسأل نفسك، هو أنا فعلا مرتاح ولا واقف مكاني؟ كأنك فعلا بتقول إن الراحة الحقيقية مش في إنك تكون واقف مكانك، لكن في التوازن بين الاستقرار والتطور. بالظبط كده، لأن التغيير مش دايما معناه مخاطرة، أحيانا هو الحل الوحيد عشان نكون أفضل. طيب لو حد عارف إن منطقة الراحة بقت مشكلة وعقبة في حياته، إزاي ممكن يخرج منها من غير ما يتعب أو يخاف؟ يحاول إنه يبدأ بخطوات أو حاجات بسيطة، ما ياخدش خطوة كبيرة لحد ما يكسر الحاجز النفسي ده ويلاقي نفسه اتحرك فعلا. وكمان مهم جدا يكون حواليه ناس بتشجعه وبتدعمه نفسيا، لأن العزلة والوحدة بتزود التردد والخوف. في سؤال بيجي في بالي، وهي إمتى منطقة الراحة تكون إيجابية وراحة حقيقية فعلا، وإمتى تبقى مجرد استسلام؟ ده سؤال مهم جدا. في ناس بتبقى فعلا مرتاحة ومتصالحة جدا في حياتها، وناس تانية بتفضل تبرر لنفسها الكسل والخوف وتقول عليه راحة. الراحة الإيجابية أو الصحية بتحسسك إنك راضي ومبسوط، وبتكون في حالة سلام داخلي، مش بتحس أبدا إنك مقيد أو خايف من التغيير. لكن الاستسلام بيكون مصحوب بإحساس بالملل أو عدم الرضا، ويفضلوا يقنعوا نفسهم إن ده أحسن من المغامرة. بالظبط كده، الراحة الحقيقية بتدي إحساس بالأمان، لكن الاستسلام بيسرق الحماس والدوافع. بتحس كأنك مقيد ومش حر، وبتفضل تقنع في نفسك إنك مرتاح، لكن الحقيقة إنك خايف تتحرك، فبتفضل محبوس في نفس المكان. وممكن يصادف إن في ناس ما تعرفش هي فين في المرحلة دي. إنك تقدر تحدد بنفسك أنت فين بمجرد سؤال بسيط،
هو إن أنا مرتاح ولا خايف. لو مرتاح ومستمتع تمام، مفيش مشكلة. أما لو الصوت اللي جواك بيقولك إن في حاجة ناقصاك، يبقى لازم تعيد التفكير من جديد. كل الناس بتتكلم عن أهمية الخروج من منطقة الراحة. السؤال هنا، هو لازم أخرج من منطقة الراحة ولا لأ؟ مش لازم نكون طول الوقت خارجين منها، لأن ده ممكن يكون مرهق جدا ومش صحي نفسيا. الراحة ساعات بتكون ضرورية علشان نعيد ترتيب أولوياتنا. كمان فرصة إننا أوقات كتير محتاجين نحس باستقرار نفسي، لأن مش منطقي إننا نكون طول الوقت في سباق وصراع مع كل التحديات اللي حوالينا. أكيد بيجي علينا وقت وعايزين نفصل، وده طبيعي جدا ومن حقنا. لو حسيت إنك مرتاح ومتوازن نفسيا ومفيش إحساس بالملل، يبقى الراحة هنا مفيدة جدا. لكن لو حسيت إنك واقف مكانك أو كل يوم شبه اللي قبله، هنا لازم تعيد ترتيب أفكارك من جديد. يعني المفتاح هنا هو التوازن، إننا نعرف نفسنا كويس ونفهم إمتى ناخد وقت للراحة وإمتى لازم نواجه تحديات جديدة. مش لازم نخرج من منطقة الراحة مرة واحدة، بمجرد إنك تاخد خطوات بسيطة جديدة هتفرق معاك جدا. فعلا الراحة الحقيقية هي اللي بتخلينا مستعدين نتحرك وقت ما نحتاج، ومش بيكون سبب إننا نقف مكاننا. وفي نهاية حلقتنا خلينا نقول إن منطقة الراحة مش عيب، لكن لازم نعرف إمتى نستمتع بيها وإمتى نتحرك علشان نطور نفسنا. بالظبط كده. الراحة مش غلط، لكن الركود هو اللي خطر. لازم نسأل نفسنا دايما، هو أنا مرتاح بجد ولا أنا خايف من الخطوة الجاية؟ ولو الإجابة إنك خايف، يبقى لازم ناخد خطوة صغيرة، لأن الحياة بتبدأ لما نتحرك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك وإنستجرام، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.